كن كاتبا فإن الكاتب يده ناعمة ويعفى من ليك الضرائب. نسبة في الكلام. دي كانت نصيحة الأب لابنه من 4000 سنة. الكاتب في مصر القديمة مش بس كان كاتب ملكي، كان كمان بمثابة مسجل لأمور الحياة اعزل الدينية في الحاجة اللي انت المعبد حاببها، والحياة ما تفكرش في اليومية حاجة في تانية المجتمع. بس. ومن وظائفه الأساسية لأن إنه السياحة دي كان السياحة جامع مرتبطة للضرائب بالسياسة. ووسيط السياسة لو بين اتعملت الحاكم في البلد والشعب. الدنيا أما بتطلع عن تمثال الكاتب مش المصري اللي مظنونة برضه. قدامنا فهو بيرجع لسنة 2323 قبل الميلاد، وتحديدا من عهد الأسرة الخامسة. والحقيقة إن التمثال ده بيطرح علينا كذا سؤال، مثلا هو منسوب لمين؟ وكمان فين قلادة السياحة الصدر مضروبة بتاعته الناس. وأداة الكتابة اللي استخدمها؟ بالظبط. المبهر في التمثال إنه منحوت بدقة متناهية من كتلة واحدة من الحجر الجيري الملون، وكمان نظرته الجادة وأذنه الظاهرة تحت الباروكة بيدلوا على تركيزه الشديد وإنه منصت ومستمع جيد، يعني أكتف ليسنر بمفهومنا الحديث. وطبعا التمثال ده موجود على عملة ال 200 جنيه المصرية، ودي بقى حكاية تانية نحكيها في فيديوهات جاية. سلام.